قبل ما أبدأ لازم تعرف إن القصة دي حقيقية وحصلت في مكان لحد النهاردة محدش فاهم اللي حصل جواه. قصة نفق لو دخلته مفيش ضمان إنك تطلع. نفق مونت بلان بين فرنسا وإيطاليا أحد أطول الأنفاق في أوروبا وأكثرها سمعة غريبة. في سنة 1990 حصلت حادثة مش طبيعية، حادثة قال إنها مجرد حريق، لكن شهود العيان قالوا إن اللي حصل ما كانش حريق عادي نهائي. في يوم 24 مارس كانت الساعة 10:46 الصبح، شاحنة دخلت النفق، وبعد كيلومترات قليلة السواق سمع صوت فرقعة غريبة كأن حد خبط في جسم معدني، وبعدها العربية تملت دخان بشكل غير مفهوم. السواق حاول يوقف، لكن العربية فضلت ماشية كأن حد بيشدها لقدام. اللاسلكي سجل صوته وهو بيصرخ: النفق بيتغير، الدخان مش طبيعي. وبعد الجملة دي الاتصال اتقطع. في خلال 6 دقايق بس اختفى 50 شخصا جوه النفق، مش اتخنقوا، اختفوا. أجهزة الإنقاذ اللي دخلت بعدها بحوالي ساعة لقت حاجات مرعبة، سيارات متفحمة بس الجثث مش موجودة، كأن الركاب نزلوا ومشيوا، لكن مفيش أثار أقدام ولا باب اتفتح. النفق كان سايب علامات على الحيطان، خدوش طويلة كأن حد بيجرر مخالب أو صوابع ضخمة على الأسمنت. كاميرات المراقبة سجلت حاجة مرعبة. آخر كاميرا في النفق صورت جسم طويل عدى بسرعة، مش باين هو إيه، لكن اللي شافوا الفيديو قالوا إن حجمه مش بشري. الحكومة الفرنسية قالت إنها أبخرة سامة، لكن اللي شاركوا في الحادثة قالوا كان في حاجة بتجري جوه الدخان وبتسحب الناس جوه النفق. وأكتر شهادة مرعبة كانت من رجل إطفاء نجا بالصدفة، قال إنه شاف راجل بيجري ناحية نفق وفجأة اتسحب للخلف كأنه اتشد من رجل واحدة في أقل من ثانية. المريب إنه ما كانش فيه أي قوة سحب ولا آلة ولا حتى أثر على الأرض. بعدها بسنتين في سنة 2002 السلطات قفلت جزء من النفق للصيانة، لكن سكان المنطقة قالوا إن العمال كانوا بيشتغلوا بالليل ويطلعوا مرعوبين، وسمعوا أصوات جوه الجبل، أصوات جر سلاسل وصرخات. وبعدها اتغير مسار الطريق، والجي بي اس ما بقاش يرشد للنفق القديم إطلاقا. المدخل اتقفل، لكن الجبل من جوه لسه صاحي. ولحد النهاردة المسافرين حوالين مونت بلان بيقولوا إنهم يسمعوا صوت عربية ماشية جوه الجبل، صوت خبط متكرر، وصوت حد بيصرخ جاي من عمق النفق، كأن في حد لسه محبوس جواه.